أتينا من أنحاء المغرب كافة، بعضهن ضحايا حالات اغتصاب أو سفاح القربة، وأخريات هجرهن الشريك أو تخلت عنهن عائلتهن، ولكن جميعهن حوامل ووحيدات يبحثن عن ملجأ في جمعية الدار البيضاء لحماية الطفولة، وتقريبا كل واحدة منهن حاولت الإجهاض. لم أخبر أحدا أن أحدهم قام باغتصابي، كنت خائفة من أن يقتلني أهلي، حاولت أن أجهض وشربت مزيجا سبب لي المرض، وعندما علم أهلي طلبوا مني الخروج من المنزل. بعيدا من معاملتهن كضحايا، تتعرض هؤلاء النساء للوم، فللقانون المغربي نظرة قاتمة إلى الجنس خارج الزواج، والإجهاض بالتالي غير قانوني ويعاقب عليه بالسجن أكثر من 2 سنين، والنتيجة بحسب هذا الطبيب النسائي 800 حالة إجهاض كل عام. في هذا المستشفى نواجه حالات نزف حاد أو التهابات قوية أو تمزق في الأرحام أو التسمم لأن إحداهن ابتلعت شيئا. حان الوقت كي نغير القانون، يجب أن يكون القانون أقل تشددا. الهدف الرئيس هو إضفاء الشرعية على الإجهاض في حالة الاغتصاب أو سفاح القربة أو الأمراض العقلية أو العيوب الخلقية، والعديد يؤمنون بأن هذه القضية تمس كل المجتمع المغربي. هذا يحصل لدى جميع الشرائح والمستويات في المجتمع، ليس فقط لدى بنات عامة الناس. هذه المرأة الفقيرة لا إمكانية لها لتجهض، ومن شأن تشريع كهذا أن ينقذ طبقة من المجتمع غارقة في العوز والفقر، وتنجب جراء ذلك المزيد من الأطفال للعوز والفقر أيضا. العديد من أطفال هؤلاء الأمهات العازبات ينتهي بهم الأمر إلى دور الأيتام أو الشارع بعدما هجرتهم نساء اتشحن بالعار والضيق، ويأمل الناشطون الاجتماعيون أن يأتي يوم ويكون كل مولود مرحب به فيحمل معه بدل المأساة الفرح.